أعزائنا المشاهدين، عودة مرة أخرى إلى حبلو وإلى جمهور السنافر. أهلا وسهلا بكم يا أخواننا. قاعدين 6 جثث هانة زملكاوية كل يوم طبعا، يا زي ما أنتم فاهمين قاعدين يشوفوا الأخبار والتقريرات والبتاع، وأيدوا لي يعني يقولوا لي نبقى مهم إيه الأوضاع اللي حاصلة. أنا مش عارف أنا وريش غير حبلو ونادي الزمالك ده ولا إيه. طيب المهم، فقاعدين ال6 دول يسألوني يقولوا لي احنا عايزين نعرفوا سبب انهيار نادي الزمالك ايه، والفلوس الدين اللي دخل عليه ده هو والفلوس والحوارات اللي هي الناس كلها عارفاها. طيب انا يا اخواننا هنصنفهم لكم بالراحة وهنعرضهم لكم يعني وانتوا اللي تحكموا يعني. طيب بص، نمرة 1 عندك مسؤول فاسد، شايف؟ طيب نمرة 2 عندك وزير ضعيف خصوصي النادي واحد، هذه 2. طيب عندك واحد ثالث مزور وتعبان، هذه قدامك. طيب عندك واحد حبله، ده هو اكبر واحد فيهم غلط، ده سليط اللسان وعديم الادب يعني. طبعا ده غني عن التعريف يعني. هو اكتر واحد تلاقيه في المجموعه اللي هتظهر دي قدامك، هتلاقيش غير هو اللي واخد وضع يعني. طيب عندك حكام احتواء، ماشي، وعندك مزيف ومزور. طبعا الباقي كله ايه، طبعا عارف باقي النادي كله طبعا معروف يعني، ما وما خفي ايه كان. طيب عندك دولي وعايز نادي يطلع استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب عندك انت دول كلهم ماشي، وتقول لي نادي الزمالك ايه اللي انهار يا رادل الله العظيم. عايز تعرف السبب ان انهيار نادي الزمالك؟ طيب اتفرج على المنظر اللي جاي ده. هو يقول لي نادي يعني سايب فلاس الزمالك وسايب اللي بتاع ده وشغال يلعب تنس طاولة. طيب برضه مسؤول الله عليك يا شيخ، مسؤول ده مسؤول ده وانت سايب نادي الزمالك وسايب الديون وشغال. يا اخواننا بص الوضع اللي حصل ده خلي واحد والله في التعليقات، ويعني 2 واحد غلط في فيديو اللي هو بتاع انهيار نادي الزمالك ومرتضى منصور، غلط فيه يعني. التعليقات طبعا مخفية عشان خاطر يعني تخش على المراجعة يعني، من يكون فيها سب ولا حاجة يعني. هو غلط فيه فمش هينفع اننا نعرض قال ايه، او مش هينفع نرفع المنشور يعني. والله زي ما نكلمك. طب حسسني ان هو انا يعني انا كأنا مهيب اتيكيت ده مش مهيب اتيكيت، ده حسسني ان انا محمود الخطيب. ده من جناب الدسس اللي قاعدة دي. فطبعا انا يعني هنوضح لكم اساميهم. طبعا اللي غلط داويت على الفيديو ده، اللي غلط على مي الفجر دي منى شلبي، اللي هي اللي كانت في مسكة قضية المخدرات يعني. فطبعا ده مش هينفع ان هو قال ليها الفاظ يعني قالها. ده طبعا اسمه عبد العزيز الجباحي، فمش عارف انا منين ده. تمام. الثاني اللي غلط عليه يعني عشان خاطر مرتضى منصور، اسمه بتاع مجدي المشد يعني. طبعا هو هيسمع الفيديو ده هويته وهيسمع الكلام. طب انا بس حابب ان نوضح يعني حاجه واحده. طيب انت قدامك وعلى عينك يا تاجر زي ما قال المثل، وشايف وضع النادي قدامك، وشايف انت طبعا. طب ما عندي انا في جمهور من الزمالك، تلتين اللي في المشاهدين جمهور الزمالك خش يضحك ويعلق وبتاع، وما فيش ناس فاهمه يعني. انت متشدد للدرجه للدرجه دي هيتي ليه يعني؟ انا عايز نفهم. انا حاسس ان ولد مرتضى منصور. استغفر الله العظيم. طب ما قدامنا 6 جثث من نادي الزمالك، هم كل ما نطلع نتكلم في موضوع يروح يقول لي لا خلينا على مرتضى منصور. لا حول ولا قوة الا بالله.